السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحزن للفرح، ودي حلاوة كرة القدم، من الزعل للانبساط، من الاكتئاب للتفاؤل. هي دي شغلانة كرة القدم. صانع السعادة مين؟ المنتخب الوطني أو منتخب الفراعنة. منتخب الفراعنة النهاردة الحقيقة قدم مباراة جيدة جدا. مستمرين مع حضراتكم بعد فوز الفراعنة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. قبل ما اروح واستقبل زميل العزيز ابراهيم عمر مراسلنا، امبارح كنت بتكلم معاكم ان الجمهور المصري هيبقى موجود باعداد كويسه في المدرجات النهارده، وراهنت على الجمهور المغربي انه هيملى مع الجمهور المصري المدرجات يساند ويشجع منتخبنا الوطني. حصل ده النهارده، وكان المشجعين المغاربه النهارده واقفين وبيساندوا منتخب مصر وبيشجعوا منتخب مصر طوال المباراه. شيء معتاد من الجمهور المغربي، كعاده الجمهور المغربي دايما مع الفرق والمنتخبات المصريه. العلاقة دايما كده، العلاقة دايما عظيمة، والعكس صحيح. دايما الجمهور المصري في ظهر ويساند المنتخب المغربي أو كل المنتخبات المغربية في كل البطولات. إلى كل المغاربة، الله يعزكم زي ما أفرحتم قلوب أنهكها الألم. كلهم صرخوا الله أكبر مع هذا الانتصار. الله يعزكم ويسعدكم كما أسعدتم أمة منهكة ورسمتم على شفاهها فرحة نسيتها كثير. لا تستطيع هذه الليلة أن تفرق بين المغربي والمصري، كلهم عرب. الله يعزكم ويفرحكم كما فرحتم هذه الأمة ورسمتم تلك الفرحة. من أيقونات الجمهورية الجديدة، واحدة من أهم المكتسبات اللي بتضاف لبلدنا الحلوة، المكان في منتهى الجمال، منتهى الحلاوة. واحلى حاجه في الدنيا واجمل حاجه في الدنيا في الكوره هو الجمهور. اجمل حاجه في الكوره ان انت تكون بتشتغل وسط الناس الحلوه، ومفيش احلى ولا اجمل من جمهور مصر. فربنا يكرمنا النهارده وتبقى بدايه خير وبشره خير النهارده ونكسب. يا كابتن حازم، انا عايز ابتدي من كلامك، وانت قلت انه دايما كعبنا عالي على بلجيكا، وانت كنت موجود في واحد من اللقاءات دي وسجلت هدف الفوز. ايه اللي مطلوب من رجالتنا النهارده؟ والله بص هقول لك حاجه، احنا لما لعبنا بلجيكا طبعا ماتش ودي مختلف عن كاس عالم، لكن انت يعني انا بشوف اللي هيلعب كاس عالم ده حاجه كبيره قوي قوي. هتتعب امتى؟ هتلعب امتى؟ يعني مفيش احلى من كده ماتش، ومفيش احلى من كده وقت، ومفيش احلى من كده حظ انك تلعب كاس العالم، بتلعب افتتاحيه كاس العالم، بتلعب لمنتخب مصر، عارف ان وراك 100 مليون بيشجعوك، وطن العربي بيتفرج عليك، ففرصه ليك قبل ما يكون لاي حاجه ليك انت انك تلعب وما تخافش وتلعب كوره. احنا بنلعب كنا بنخافش، بنلعب ونهاجم ونروح ونيجي. لازم يبقى عندك كاركتر في الملعب، لازم تبقى بتبين انت قد ايه لعيب كويس. انت كلاعب لازم تماركت يور سيلف ان انا لعيب كويس، انا لعيب مصري بعرف العب كوره وهاجم، زي ما شفنا دلوقتي كاب فيردي قبل الماتش. كاب فيردي حاجه، اكيد دلوقتي هتلاقي حاجه ثانيه خالص على العالم كله. رد فعل هيبقى قوي جدا ان كاب فيردي بيتعادل مع بطل اوروبا. لازم النهارده احنا عندنا لعيبه كتير كويس، بس نصدق في نفسنا، نصدق في قدراتنا، نحترم المنافس بشكل كبير جدا جدا، لكن لازم نحترم قدراتنا احنا كمان ونلعب ونبين للناس احنا لعيبه كويسه ازاي. لازم نشتغل على المنافس قوي، لكن احنا كمان عندنا حاجات كويسه نشتغل عليها ونبني عليها كويس. ان شاء الله يعني انا ازاي بقول لك كاس عالم فرصه ما بتتعوضش كتير. ممكن اللي جاي هيبقى احسن لان انت كل شويه 48 فالدنيا اسهل، لكن بالنسبه كلاعب كوره انا بتخيل نفسي النهارده هلعب، انا مش عارف هبقى مبسوط ازاي وانا بلعب، مش خايف، مبسوط ان انا رايح العب كاس عالم، مبسوط. هتموت وترجع تلعب تاني. ايوه والله العظيم. هتموت. يعني بص اقول لك حاجه، في حاجه اسمها غبطه. الغبطه ان انت تتمنى الله عليك يا زوما، تبقى زي اللي قدامك، والله بجد تبقى زي اللي موجود. كل استوديو ليه واحده عربي كده يديها، فاهم؟ ما انت بس عشان تكمل معايا. اكمل معاك. يعني في الحسد والغبطه، ان انت فرق ان انت بتحسد واحد ان هو مش عايز النعمه تبقى عنده، والغبطه ان انت نفسك تبقى زيه. صح. الواحد كلنا نفسنا كنا لعبنا كاس عالم، احنا عملنا كل حاجه بس ما لعبناش كاس عالم. طيب. فهم في حته كويسه قوي، حافظوا عليها وفرحوا الشعب ده كله اللي قاعد معانا. قبل ما نروح لكابتن احمد حسن، هنقول لحضراتكم على تشكيله المباراه، تشكيله منتخبنا الوطني النهارده اللي هيخوض بيها اللقاء. كابتن حسام حسن امام بلجيكا. حراسه المرمى مصطفى شوبير، قدامه فتوح، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، هاني، مهند لاشين، مروان، قدامهم امام عاشور، صلاح، مرموش، زيكو. كابتن احمد حسن. طيب يعني تشكيلة متوقعة، وأفضل حاجة إن هو فيها التوازن، إن أنا بعمل الشكل الدفاعي بشكل كويس،
ولازم يبقى ليا الشكل الهجومي، لان احنا منتخب مصر انت بتتكلم على كل الكباتن اللي قاعدين، واكيد يعني كل الساده اللي متابعينا هنا النهارده كلهم عارفين طبعا ان احنا الاربعه الحمد لله حققنا بطولات ولعبنا قدام فرقه كبيره وكنا بنلعب، ما عندناش مشكله خالص. فبالتالي النهارده لازم ان انا اشتغل. كابتن حسام قدر ان هو يعمل مؤخرا منظومه دفاعيه بشكل كويس، ولكن كمان لازم احنا لينا هويه دايما ان احنا لينا شكل هجومي وان احنا بنشتغل بشكل هجومي بشكل كويس. فده اللي انا اتمنى النهارده، ان يكون في شكل هجومي للمنتخب. النهارده وجود امام مع صلاح مع مرموش مع زيكو، اعتقد يبقى لينا شكل هجوم بشكل كويس. لازم كمان واحد من الباكات اللي موجودين ان هو يعمل كمان التكمله، لان احنا شفنا اغلب الفرق، حتى الفرق اللي هي مش كبيره، المغرب قدام البرازيل، شفنا فرق كتير، كوت ديفوار، شفنا كل الفرق اللي هي حتى العربيه والافريقيه بتلعب بشكل كويس وبتأدي بشكل كويس، وده المطلوب من لاعبتنا. والجمهور على فكره يهمه النتيجه، ولكن يهمه في نفس الوقت كمان ان احنا يبقى لينا شكل ولينا اداء، وده اللي احنا بنتمناه. طيب خلينا نروح يا عمده لدوكو، واحد من اهم لعيبه المنتخب البلجيكي ان لم يكن اهمهم، جناح مانشستر سيتي. طبعا ازاي اتعامل معاه كابتن حسام حسن، وهل مسؤوليه الرقابه بتاعته خاصه بهاني بس ولا بخط الوسط والديفندرات تحديدا؟ لا، كمجموعه طبعا. يعني المهم جدا ان انت تتعامل كمنتخب مصر كمجموعه واحده، ما ينفعش نقول محمد هاني هو المسؤول عن دوكو بس خالص، هيبقى الموضوع صعب جدا، لان لو راح واحد ضد واحد. هو في حاجه كمان ان دوكو ممكن يلعب ناحيه اليمين، مش بيلعب ناحيه الشمال بس، يعني مع منتخب بلجيكا هو بيشتغل يمين في وقت من الاوقات. طب ماشي، ما هو الكلام بينطبق على هاني وعلى فتوح، الاثنين لازم يبقى في تغطيه، سواء من ياسر ابراهيم او من حمدي فتحي او من مهند لاشين. ده مهم جدا، لان انت بتلاعب منتخب كبير، لازم يبقى في توازن بالنسبه للناحيه الهجوميه وفي نفس الوقت الناحيه الدفاعيه. المنتخب يلعب ككتله واحده.